اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ ونكمل افكارنا الجميلة لشهر رمضان الكريم. وافكارنا النهاردة كلها بالورق. جبت كده العود الخشبي ده وهبدأ ان انا اجيب اي ورق قديم عندي وابتدي ان انا الف كده زي ما انتم شايفين، ابرم كويس كده، وهجيب كده الطرف الزق كده بشوية غيرة. واللي هيقول لي ما عنديش غيرة هقول لك قومي اعملي شوية عجينة وابتدي ان انت تلزقي بيها الطرف كده بس. هتبقى كده معايا عصاية متينة جدا. عايزة اقول لكم انها بتبقى متينة وبالذات المنتصف بتاعها، يعني لو جبت بس الحروف هي اللي هتبقى ضعيفة. دي انا بشيلها وانا بستخدم اي فكرة، لكن من جوه بتبقى زي ما انتم شايفين كده قوية. هبدأ بقى ان انا اعمل الكمية الكويسة دي، وتقدري طبعا تخلي ولادك يساعدوك فيها. اول مقاس معايا ده هيبقى 25 سنتي، وده 15 سنتي، وده 10 سنتي، وده 8 سنتي. في مقاس كمان هعمله بس وانا شغالة، لازم أنا اعمله وانا شغالة عشان اخد المقاس مظبوط. هبدأ كده اجيب المقاس اللي هو 15 سنتي، وهبدأ ان انا ارسم مربع زي ما انتم شايفين كده، اظبطه الاول وبعد كده هبتدي ان انا الزقه. طبعا الشمع والورق بيلزقوا حلو قوي والموضوع هيبقى متين معايا، ما تقلقيش. هبدأ كده ان انا اظبطه كويس عشان امسك كل قطعتين كده اثبتهم مع بعض عشان يطلع معايا مربع. الطريقة سهلة وبسيطة، وصدقوني الفانوس ده ما كلفنيش اي حاجة خالص غير التزيين اللي انا هزينه عليه، وكمان زينته بحاجات بسيطة جدا. تابعي معايا الفكرة للآخر وإن شاء الله كده تطلعي روح المهندسة اللي جواكي وتصممي وتهندسي وتعملي شاسيه فانوس من الورق. يا جماعة والله هيطلع شاسيه زي الشاسيه الحديد أو الخشب ومتين، وإن شاء الله يعجبكم بإذن الله. انا كده اهو هثبت كل المربعات، اتاكد بس ان المربع مظبوط معايا. طبعا عينك هي تظبط معاكي كل حاجه. هبدا ان انا كده اجيب بقى المربع التاني. انا عندي ده المربع اللي هيبقى فوق في الفانوس، وده المربع اللي تحت في الفانوس. اهم حاجه ان انا اظبط زوايا المربع عشان يطلع الشاسيه مظبوط معايا وما فيهوش اي عوجه ويطلع مظبوط. هبدا ان انا كده اثبت نفس الطريقه اللي انا عملت بيها المربع الكبير، هثبت نفس المربع الصغير. هيطلع طالما اصلا مقاسات مظبوطه هيطلع معاكي المربع مظبوط باذن الله. اخلص كده المربع ده وابتدي بقى ان انا اعمل الجوانب بتاعه الفانوس. انا هنا بعمل فانوس رباعي. طبعا المربع اللي انا عاملاه ده يعني فانوس رباعي، لو هو خماسي او سداسي بتفرق في الشكل اللي انا بستخدمه في الاول. هبدا بقى كده ان انا اجيب اول مربع اللي هو كبير، وطبعا تقدري تكبري زي ما انت عايزه في المقاسات. يعني انا الفانوس اللي انا عاملاه مش عاملاه مقلبص كده، عاملاه معقول. هجيب بقى كده الاعواد، هبتدي ان انا الزق كل عود. طبعا انا بثبت ايدي شويه، انا هنا بقص من الفيديو عشان ما اطولش معاكم، لان الشمع بياخد شويه وقت بس عشان يثبت، عشان ما يملش معايا. بثبت ايدي لحد ما احس ان العود ثبت، وبعد كده بشيل ايدي. هثبت برضو المربع اللي فوق الصغير اللي هو هيبقى القاعده اللي من تحت بتاعه الفانوس اللي عامل لها القاعده. اثبت كده كل عود على كل زاوية، وهبدأ برضو ان انا استنى يكون ثبت كده معايا، وهبتدي ان انا نكمل بقى بقية تفاصيل الفانوس. ادي كده اول جزء في الشاسيه مظبوط ومفيهوش اي حاجة. هبدأ بقى كده ان انا اعمل القاعدة بالمقاس التاني. يعني طبعا احنا ماشيين المقاس اللي انا عملته، المربع الكبير 15، المربع الصغير 10، الجنب بتاع الفانوس او العود بتاع الفانوس الكبير ده 25. اللي انا بلزقهم دول مقاس 8 بتاعت قاعدة الفانوس اللي انا قلت لكم هنقيسه واحنا شغالين. الجزء اللي ما بين العودين الصغيرين دول ده انا بقيسه اول واحد اظبطه وبعدين اقص عليه الباقي. بعمل جنب جنب زي ما انتم شايفين كده عشان يطلع معايا كل جنب مظبوط زي التاني وما يحصلش معايا اي عوجة في الشاسيه. اخلص كده الجنبين الصغيرين والزق ما بينهم الجنب اللي انا قسته ده، وكل المقاسات بتاعته هتبقى مستوية عشان تطلع القاعدة مظبوطة. اخلص كده الجوانب كلها وهوريكم عملت قبة الفانوس ازاي. هيبقى مقاسها 15 سنتي، نفس العود اللي هو بتاع المربع اللي فوق نفسه. هبتدي ان انا برضو الزق الاربع جوانب وضمتهم كده من فوق، ما فيهاش اي فكرة ولا اي حاجة. المهم المقاسات تبقى مظبوطة كلها اللي انت بتقصيها. هجيب بقى كده عود كده من الورق اللي انا عملته، وهبتدي ان انا ابططه كده، احاول ان انا اعمله دايرة عشان اعمل التعليقة بتاعة الفانوس، عشان يبقى كل الشاسيه بقى عندي اتعمل من الورق. اخلص كده وبرده هبتدي ان انا اثبته في الجزء بتاع قبة الفانوس من فوق. بعد كده التزيين بقى ده يرجع لك. انا عملت الشاسيه، نقدر ان احنا نزينه باي حاجه. هحاول ان انا النهارده ازينه لكم برده بحاجه بسيطه وجديده ما عملتهاش معاكم قبل كده. تقدري طبعا تزينيه بجلاد او تزينيه باي حاجه. انا هنا جبت خيط صوف اي لون تفضليه،
اي بواقي خيط عندك، وهبدأ ان انا الفه بطريقة عشوائية كده بالراحة طبعا عشان يثبت معايا، وكل فترة كده نقطة شمع بسيطة عشان اغير اتجاه اللفة بتاعتي. وهبتدي ان انا اخلص كل جسم الفانوس بالطريقة دي. تقدري تستخدمي كذا لون او لون واحد. وهعمل برضو قبة الفانوس كده والقاعدة. طبعا زي ما انتوا عارفين بحاول اجيب لكم افكار بسيطة بخامات بسيطة الكل يقدر ينفذها. انتوا عارفين اسعار الخامات كلها طبعا بقت غالية، فاحنا نعمل حاجة على قد الايد كده. زي ما انتوا شايفين انا خلصت كده الجزء الاول، وهبتدي ان انا اشتغل على قبة الفانوس اهو. وهعمل برضو القاعدة بنفس الطريقة عشان ابتدي بقى ازينه. طبعا شكله لسه مش واضح. هجيب بقى كده فرخة فوم ذهبي وهقصه 4/4 كده بطريقة عشوائية. يعني المهم ان انا هعمل المقاس اللي عندي يبقى على قد الجنب بتاع الفانوس. لو هتعملي نفس المقاس ده اشتغلي زي ما انا شغالة كده. عملتي اكبر او غيرتي في المقاسات تقدري تغيري طبعا في المقاسات الفوم. هبدأ ان انا كده اعمل زي شبابيك كده، هقصها بطريقة هتنيها، وهبتدي بقى ان انا اقص كده طريقة زي الشباك. طبعا سهلة جدا وبسيطة، تقدري تعمليها حتى مثلث كده من فوق لو مش عارفة تعمليها بالطريقة دي. وهبدأ ان انا بظبطها هي على قد الشباك الجنب اللي انا هعمله، وهقص عليها كل القطع عشان يبقى عندي المقاسات كلها متساوية. تقدري تستخدمي اي لون. استخدمت هنا اللون الذهبي. هبتدي ان انا الزق كده الشبابيك على الخيط. تقدري برضو نفس الطريقة لو انت ما عملتيش الخيط وعملتي جلاد او قماش او اي حاجة تلزقي. طبعا لو عملتي قماش خيامية مش مستاهل ان احنا نعمل عليه فوم خالص، لكن لو تستخدمي جلاد سادة الوان سلوفان اي حاجة تقدري ان انت تحطي برضو عليه الشبابيك بالطريقة دي. هتديله كده طابع اسلامي وشكل جميل. هخلص بقى كده كل الجوانب بنفس الطريقة، وهبتدي بقى اوريكم هنزين تاني الفانوس ازاي. طبعا هنستخدم كلها زي ما قلت لكم الفوم. جبت كده بقى فوم اخضر وهقص كده شرايح 2 سنتي. تقدري برضو تستبدلي الخطوة دي بشرايط تزيين او بفرنشة، بس انا هستخدم فيه كل الفوم النهاردة. هبدأ ان انا بقى اقص كده زي شراشيب كده، اقص قطع صغيرة زي ما انتم شايفينها كده. هعمل زي شراشيب كده من الفوم. هبتدي ان انا ازين بيها بقى الفانوس. قصيت كده كذا قطعة، وابدأ ان انا احطها على المربعات اللي انا عملتها، المربع اللي فوق والمربع اللي تحت والقاعدة. هلفها كده بالطريقة دي. هتدي معايا شكل جميل وهتحدد لي الفانوس وهتخلي الوانه كده مبهجة. تقدري تستخدمي الالوان اللي تفضليها طبعا في الفانوس. هخلص كده الجزء اللي فوق خلصته، والجزء اللي تحت برضو هعمله بنفس الطريقة. زي ما انتم شايفين الشاسيه بقدر ان انا اشتغل عليه باي طريقة تزيين انا عايزاها، متين وثابت معايا. هبدأ كمان اخلص الجزء اللي تحت اهو. ولو اول مرة بقى تشوفيني، انا لولو، قناتي بتعتمد على اعادة التدوير. بحاول اقدم لكم حاجات بسيطة وديكورات جميلة. وطبعا في رمضان بنعمل افكار كتير لرمضان، واي مناسبة بنعمل الافكار بتاعتها ان شاء الله باذن الله. لو عجبك فانوس بقى النهاردة والزينة اللي هنعملها كمان بعد الفانوس دوت، تشتركوا في القناة وتفعلي زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتنوروني واكبر بيكم. انا هنا بخلص اهو الفرنشة اللي انا عاملاها من الفوم برضو للقاعدة. اخلصها بقى كده، وتعالوا بقى نشوف هنعمل برضو خطوة اخيرة كده عشان نخلي الموضوع مبهج اكتر. انتوا عارفين ان رمضان بيحب الالوان كده كتير. خلص عملت نفس الشباك بس اصغر شوية وفرغته كده من جوه، وحطيت بقى فرع النور فيه، وادي النتيجة. ان شاء الله تكون عجبتكم. تقدري طبعا تحطي فيه لمبة، تقدري تحطي فرع نور، بس فرع النور كده بيخليه كده مبهج وحلو. ونشوف بقى يلا بينا الفكرة التانية. وبرضو افكارنا كلها بالورق. انا هنا طفيت النور زي ما انتم شايفين عشان الفانوس يظهر معايا. شايفين جميل ازاي والوانه مبهجة. يا رب تكون فكرة النهاردة عجبتكم ان شاء الله. تابعوا معايا بقى الفيديو الاخر. يلا بينا على زينة رمضان اللي طلبتوها مني بحاجات بسيطة برضو بالورق. هبدأ كده هنا اجيب العصيان برضو الورق اللي انا عملتها دي، وهلف كده عليها شريط الليزر ده. تقدري تستخدمي اي لون تفضليه. انا هنا استخدمت اللون الاخضر. وهبدأ الفها بالطريقة دي بحيث ان انا عايزة الابيض اللي موجود في الورق كده يبان، ولو في طرف ممكن الزقه عشان اضمن انها ثبتت معايا. هي طبعا هي بتلزق. هجيب بقى كده مقاسات، اي مقاسات. انا هنا ما استخدمتش مقاسات محددة. المهم كل مقاسين من الاعواد يبقوا بس مظبوطين. اللي هو الجنبين هعمل فانوس حائط كده يتحط زي الفوانيس
الفوانيس اللي بتتباع بتنور على الحيطة، مش مجسم يعني. وهبدأ ان انا احط كده فرع عريض بينهم. طبعا استخدمي عينك هنا، ان لازم اللي فوق يبقى اكبر من اللي تحت، وعلى حسب الحجم اللي تفضليه. ولو برضو عايزين اكتب لكم المقاسات اكتبوا لي في التعليقات، هقول لكم مقاسات الفانوس ده كمان ايه. وهبدأ ان انا اعمل كده القبة بتاعه الفانوس زي ما انتم شايفين. تقريبا هي بتبقى نفس عرض الجزء اللي انا عملته الاول دوت اللي بالعرض، بيبقى زي مثلث اضلاعه كده متساوية، وطبعا الجنبين بيبقوا طوال والجزء اللي تحت بيبقى صغير. وهنبتدي نعمل برضو قاعدة الفانوس عشان يطلع معايا الفانوس ده، هيطلع معايا طوله حوالي 60 سنتي. حلو طبعا يتعلق ديكور على الحيطة، ما خدش مني وقت خالص زي ما انتم شايفين. مجرد ان انت لفيتي الورق ولفيتي عليه اللزق الاستيكر اللي هو الليزر ده. طبعا ممكن كمان تعملي كل فرع بلون او تعمليه كله بلون واحد زي ما انا عملته. وهبدأ اهو قصيت كده الجنبين اللي هم بتوع قاعدة الفانوس، وهحط القاعدة اللي تحت. خلص معايا شاسيه حائطي بسرعة جدا، ما خدش مني وقت. تقدري تعملي منه 1 و2 و3، تقدري تعملي منه حجم 2 و3 وتعلقيهم جنب بعض. وهبتدي ان انا طبعا عايزة ازينه. هعمله الاول التعليقه اللي انا هعلقه منها. جبت كده، ممكن برضو تعمليه بورق زي اللي احنا عملناه قبل كده. التعليقه هنا جبت حلقه الستاره دي، شلت منها الجزء الصغير اللي فوق، ولفيت برضو عليها شريط الليزر ولزقته كده على قمه الفانوس. بقى عندي التعليقه اللي انا هعلق منها الفانوس. اقدر كمان ان انا اعمله بالورق زي ما عملته في الفانوس اللي فات. بحاول ان انا اغير لكم هم بخامات كلها موجوده عندي من البيت. وهجيب بقى كده فوم ذهبي، هعمل هنا هلال. هجيب طبق الحجم على قد الفرخ بالظبط كده، وهبدأ ان انا ارسم دايرة كاملة، وهبتدي ان انا احرك الطبق شوية كده عشان يطلع معايا شكل الهلال. زي ما انتم شايفين دي ابسط طريقة لقص باترون الهلال. لو عايزة تعملي منه كذا قطعة وتعلقيهم على فرع على خيط، هيبقى معاكي زينة هلال ذهبي. لو حابة تعملي منه ألوان هتعمليها، بس ده أنا هعمله عشان هحطه على الفانوس. هجيب كده عودين تاني بنفس الحجم اللي جوه، اللي هو من الخط الكبير للخط الصغير. هبتدي ان انا ألزقهم كده. ده انا عاملاهم عشان اعرف اثبت عليهم الهلال. وتقدري طبعا تغيري في شكل الفانوس ده، انك تعملي له نجوم تدل باحبال تنزليها بتربطيها من الجنب اللي فوق ده. انا هنا هثبت الهلال كده بالشمع على الجزء اللي انا عملته ده، وهيطلع معايا فانوس بسيط جدا. عملته ديكور بسرعة لرمضان، ما كلفنيش اي حاجة خالص. وممكن كمان الهلال ده يبقى من بواقي فوم عندك تعمليها. ممكن تعملي الهلال من اي ورق ملون، من اي حاجة يعني. بس انتوا عارفين ان الهلال ذهبي كده بينور الفانوس. حبيت ان انا اعمله بس كده بالفوم اهو. خلص معايا. ابتدي بقى اجيب اي فرع نور عندك، يا ريت يكون صغير يعني 2 متر، متر ونص، وتبتدي تلفيه عليه كله. انا الفرع اللي عندي بصراحة كان كبير، لفيته بطريقة عشوائية كده عشان اوريكم شكله. طبعا لو الفرع لفيتيه باحكام وبسولوتيب كده وخلاص هيبقى ده الفرع بتاع الفانوس. اما اجي اعلق احط الفيشة بقى عندك بالطريقة دي، تقدري تعلقيه على الحيطة بقى. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. ويا رب تكون تاني فكرة سهلة وفعلا ما خدتش مني وقت ولا هتاخد منكم وقت خالص. تقدري تزينيه باي شكل بقى انت عايزاه. تقدري تعملي من عليه نجوم، تقدري تسيبيه فاضي، هو خلاص بقى شكل الفانوس زي ما انت شايفين. ويلا بينا بقى على الفكرة الثالثة. جبت برضو بنفس الطريقة اللي انا عملت بيها الفانوس اللي فات اللي هو الحائطي، بس هنفذ منه حجم صغير، المقاس اللي انت تحبيه. عايزاه الحجم ده، عايزاه اصغر من كده زي ما تحبي. بس هعمل اختلاف واحد بس في القاعدة. انا هنا بس هثبت الاول الجزء اللي انا بعمله على طول. ادي كمان القبة بتاعت الفانوس زي ما قلنا مثلث متساوي الاضلاع، الجنبين طوال. هثبتهم كده برضو بالشمع. افكارنا كلها بالورق، اظن مفيش اسهل من كده. يا رب تكون الافكار النهارده خفيفه على قلبكم، كل يقدر ينفذها. لكل اللي طلبوا مني زينه رمضان وافكار لرمضان بسيطه ومش مكلفه، يا رب يكون ان شاء الله افكار النهارده تنور رضاكم. انا كده هو هثبت بس كده الجزء ده، وهبدا بقى ان انا بدل ما اعمل القاعده زي ما احنا عملناها في الفانوس اللي فات، هبدا ان انا اجيب بس عود صغير بس واحطه من تحت. مش هعمل قاعدة كبيرة ولا حاجة، بس كده هيبقى معايا. ده اقدر اعمل منه كذا حجم وكذا شكل. هوريكم احنا هنستخدمه ازاي وهنعمل منه قد ايه.
برضو تقدري تستخدمي شرايط الليزر ان انت تلفي بيها برضو العيدان قبل ما تلزقيها، بس انا حبيت النهارده اعمله بسيط برضو، مش هكلف نفسي لان انا ممكن، لان ده هيبقى زينه لرمضان. هتقدري ان انت تعمليه منه كذا شكل. طبعا عايزه تعمليه بالشرايط الليزر تقدري تعملي كل واحد بلون كمان. انا هنا جبت الورق الذهبي ده ورق مش لزق خالص. اي ورق عندك، رول ذهبي، اي ورق، اي شنط تسوق ملونه، اي حاجه، يا رب جلاد، كراريس. هبتدي ان انا اثبت كده الفانوس كده من الظهر، وهبتدي ان انا الزقه عليه. هيبقى عندي الفانوس كده زي ما انتم شايفينه ذهبي. هبتدي ان انا اثبته كده عليه كويس، وهبتدي ان انا اقص الزيادات اللي هتطلع معايا. انا هنا بعمل فانوس صغير، تقدري تعملي منه كذا قطعه وتعلقيهم على الحيطه، تقدري تحطيهم في فرع وتعلقيه زينه لرمضان. هوريكم الطريقتين. هبتدي بس الاول ان انا افرغ كده الورق، اهو ورق برضو استخدمت برضو ورق في تغليف الفانوس او في البطانه اللي انا بعملها للفانوس دي. وهبدا ان انا افرغ كده اهو زي ما انتم شايفينه كده. هعمل له بقى تعليقه من خيط الخيش او اي خيط صوف متوفر عندك. زي ما قلت لكم، لو حابين تعملوا الابيض اللي باين من الورق ده بشرايط الليزر تقدروا تعملوه، بس انا حسيت ان هو كده بسيط وعايزه الدهب يظهر معايا، عملت منه 2. طبعا اعملي منه كتير، انا عشان وقت الفيديو طبعا. اعملي منه كذا شكل وكذا قطعة بنفس المقاس، او عملت منه تعليقة تقدري تعلقيهم منفصلين. تقدري تحطي كده حبل زي ما انا هحط كده، ويبقوا زينة او فرع فوانيس كله. تعملي منه زي المقاس اللي انت تحبيه للفرع، وتعملي مسافات كده متساوية بين كل فانوس وفانوس. ولو هتعلقيهم كده ثبتي بقى الفوانيس عشان ما تتحركش بنقطة شمع بسيطة. زي ما انتم شايفين كده هيطلع معاكي الشكل بالطريقة دي. يا رب بقى تكون افكار النهاردة كلها عجبتكم وتكون بسيطة والكل يقدر ينفذها. وسيبوا لي رأيكم في التعليقات، اي فكرة عجبتكم والافكار كانت سهلة وبسيطة ولا لا. وان شاء الله باذن الله احاول اقدم لكم افكار تاني بسيطة وسهلة لرمضان. زي ما قلت لكم بدأنا بدري شوية نجهز لأفكار رمضان، يعني تقدري كل فترة تعملي فكرة كده وتشيليها، وتيجي بعد كده قبل رمضان بشوية تجهزي وتفرشي البيت وتخليه أجواءه جميلة رمضان. وبعد كده تبقي فاضية بقى للشهر الكريم، للصلاة والصوم والعبادة. يا رب تكون أفكار النهاردة كلها عجبتكم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.